ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا النهارده هنحضر احلى والذ واطعم بانكيك. ممكن بجد تجربوه، هش جدا يا جماعه بطريقه خياليه. هنعمله النهارده بالمكسرات وبزبده اللوتس، بيطلع خطير. زبده اللوتس احنا حضرناها في الفيديو اللي قبل ده، قوامها ولا غلطه. زي ما قلت لكم هنحضر بيها حلويات كتيره قوي بجد رهيبه. لازم تعتمدوا وصفه زبده اللوتس دي، هتعجبكم جدا. النهارده كمان هنعمل البان كيك ناجح جدا، هش جدا من جوه. بصوا الجمال، يعني حاجه بجد رهيب. النهارده هنعمل وصفه مظبوطه 100% وناجحه 100% ان شاء الله. لو لسه مشتركتوش في القناه اشتركوا. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك، ويلا بينا. عندي في طبق كبير هنحط بيضه بدرجه حراره المطبخ، وعندي حليب ورشه فانيليا. هقلبهم كويس قوي مع بعض لغايه ما يندمجوا الخليط مع بعض. بعد كده هضيف سكر يكون بودر، يكون سكر احنا طحنينه، وهقلب كويس قوي لغايه ما يندمج المكون مع بعض كويس قوي، السكر والبيض والحليب. بعد كده عندي بقى هنا المكونات الجافه، الدقيق والبيكنج باودر ورشه ملح صغيره جدا. هقلبهم مع بعض كويس قوي، وهبدا انخلهم على الخليط السائل اللي احنا لسه محضرينه. هنبدا ننخله كده على دفعات ونقلب، علشان مش عايزين اي تكتلات في الخليط بتاعنا. فضروري جدا ان احنا ننخل معلقتين 3 ونقلب كويس قوي، وننخل معلقتين 3 لغايه ما يبقى عندنا الخليط ناعم جدا. احنا كمان بعد ما هنخلص خالص الكميه بتاعتنا بتاعه الدقيق، يستحسن طبعا بقى ان احنا كمان نصفيه في اي مصفى كده تكون ضيقه، علشان خاطر ما يبقاش فيه اي تكتلات. انا بعد ما صفيته خلاص، بصوا ما بقاش فيه اي تكتلات، والخليط بقى ناعم جدا زي ما انتم شايفين. هنضيف بقى اخر مكون، وزي ما انتوا عايزين تضيفوا زبده او زيت براحتكم، لكن انا ضفت زيت نباتي. بصوا القوام خطير ازاي، ناعم جدا جدا، مفيش اي تكتلات للدقيق. هنضيف بقى الزيت النباتي بتاعنا وهنقلب كويس قوي، وكده الخليط بتاعنا بقى جاهز وبقى خطير يا جماعه. نبدا بقى نشتغل بيه على طول. عندي بقى الطاسة بتاعت البانكيك دي، او ممكن تستخدموا اي طاسة تكون غير لاصقة. حطيت فيها كده شوية مكسرات زي ما انتوا شايفين، لوز وهنجمل. ممكن تحطوا اي نوع مكسرات متوفر عندكم في البيت. وضفت عليهم كده معلقة من العسل زي ما انتوا شايفين، ورشة كده من القرفة. وهرفعهم على النار لغاية ما الخليط بتاعي ده يتكرمل على نار هادية كده عشان ما يتحرقش. اول ما يبدأ معايا كده بالفوران زي ما انتوا شايفين، على طول هبدأ بقى اصب عليه خليط البانكيك. وانا عايزة البانكيك بتاعي يبقى يعني تخين شوية كده، فانا هصب كده حوالي مقدار كوباية مثلا او كوباية الا ربع من البانكيك. يعني هملى حوالي ممكن نص الطاسة كده او 3/4. تعالوا بقى اوريكم ازاي نسوي البانكيك ويطلع معانا يعني حاجة كده خطيرة. هرفعه على نار هادية جدا جدا جدا، وهغطيه، ومش هاجي جنبه خالص الا لما شايفين كل الوش يكون نشف تماما تماما. شايفين نشف تماما الوش. هبدأ بقى اسلك الاطراف كده وابدأ اقلبه زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة على نار هادية جدا عشان الطبقة اللي تحت ما تتحرقش وهو يكون لسه ما استواش. هنهدي النار خالص تماما ونغطيه، واول ما الوش ينشف ما يبقاش فيه اي كده سائل خالص للبانكيك، هنسلك الاطراف ونقلبه. بعد كده بقى هنحط عليه بقى عايزين تضيفوا عسل، اي صوص انتوا عايزينه زي ما انتوا عايزين. انما النهارده انا استخدمت زبدة اللوتس عليه من على الوش كده، زي انتوا بموز او فراولة اي نوع فاكهة انتوا بتحبوه. يعني مش قادرة اوصف لكم قرمشة المكسرات مع كرملتها بالعسل مع زبدة اللوتس مع البانكيك. اصلا الخليط طعمه خطير ولا غلطة، هش جدا جدا يا جماعة. استمتعوا بيه بقى مع فنجان قهوة، كوباية شاي، يعني بجد خطير، لازم تجربوه. القرمشة بتاعت المكسرات مع الكرملة والقرفة مع كمان زبدة اللوتس حلوة قوي. بصوا خطيرة يا جماعة، بجد رهيبة. لازم بجد تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا جدا. اتمنى بجد تجربوا الوصفة من كل قلبي. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، وما تنسوش تعملوا لايك للوصفة. اشوفكم على خير.